السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم يا حلوين؟ شو أخباركم؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وعافية. جبت لكم وصفة فلسطينية أو بالأحرى غزاوية، وصفة كتير سهلة وبسيطة وطعمها خرافي، رح تهبهري فيها نفسك وضيوفك وعيلتك، لازم تجربوها. رح نعمل إن شاء الله رز مسلفن بطريقة كتير ولا أروع. بالبداية عندي صدور الدجاج، قسمت كل صدر لقطعتين، محتاج سماكة وسطية. راح أضيف عليها إبهارات اللي هي الثوم والملح والإبهارات المشكلة والبابريكا وبهار الدجاج. راح أضيف عليها السمن، فيكم أنتوا تضيفوا الزيت اللي أنتوا حابينه. راح أتبل صدر الدجاج بالطريقة هاي وراح أتركه لمدة ساعتين لحتى يتشرب التتبيل الصح. في طنجرة على النار راح نضيف برضو سمن، راح نضيف كوبايتين من رز بسمتي وراح نقلبهم كتير كويس مع السمنة. رح نضيف عليها كوباية من المية مع مكعب من الماجي، إذا موجود عندك مرقة بكون الموضوع تمام. رح نضيف عليها ملعقة من بهارات القدرة، وإذا ما عندك بهارات قدرة رح أكتب لكم شو تحطوا البديل. رح أضبط الملح، مجرد ما الرز يشرب المية رح نشيله على جنب. رح نجيب الطنجرة رح نشتغل فيها، رح نلبسها قصدير بالطريقة هاي. أنا حطيت في قاع الطنجرة ورق زبدة لحتى ما بدي الإشي يلزق. طبعا ضفت بندورة وفلفل أخضر وفلفل أخضر حلو تمام. بعد ما زبطتها بلشت أرص صدر الدجاج ني ما طبخته أبدا. رح أضيف الرز بالطريقة هاي اللي انتم شايفينها، ورح أجيب مقدار المية، يعني تقريبا كمان كوباية مية رح أضيفها، لأنه أنا حاطة صدر الدجاج ني في ني. رح أغلف الطنجرة بالقصدير كتير كويس بحيث إن أكتم البخار جواتها، ورح أحطها على النار. رح طبعا أشغل النار على درجة حرارة عالية شوي، مجرد ما أسمع المية بتغلي رح أوطيها لمدة 40 دقيقة. بعد هيك رح أفتح عليها، بسم الله ما شاء الله الرز مفلفل. رح أضيف صحن فيه زيت وفحمة لحتى أبخره كتير منيح، وبعدين أشيل الصحن وأغلفها تاني عشان أقلبها بهاي الطريقة اللي انتو شفتوها في الصينية. طبعا بشيل القصدير من على الوجه وبشيل ورق الزبدة، شايفين ما شاء الله تبارك الله ولا اشي لزق، والرز بسم الله ما شاء الله مفلفل وكل اشي مستوي 100%. زي انت طبعا باللوز او بالمكسرات اللي انتو حابينها. وصدقا هاي أطيب وصفة أنا بعملها في تاريخ حياتي. ما شاء الله الرز مفلفل والطعم كتير رائع، لازم تجربوها. إذا حبيتوا تستخدموا دجاج لازم تسلقوه قبل ما تستخدموه. وصحتين وعافية.